السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الجلاش بطريقه مختلفه شويه. هنعمل بقلاوه اساور الست، جميله جدا، شكلها رائع، تنفع في العزومات، بتتقدم بشكل شيك، بتبقى طعمها جميل وشكلها جميل جدا. يلا بينا نسمي الله ونشتغل على طول. اول حاجه هنجهز الشربات بتاعنا، واحنا محتاجين شربات يكون قوامه وسط، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. فهحط كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص بس من الميه، واول ما يبتدوا يغلوا كده غلوه بسيطه هبتدي اعصر عليهم نص ليمونه، واحط عليهم رشه فانيليا، سواء بقى الفانيليا دي تكون بودر او تكون سايله مش هتفرق. وهسيبهم بعد الغليان 5 دقايق بس، لحد ما يوصلوا كده للقوام الوسط، وهطفي عليهم على طول. بجهز الشربات في الاول عشان انا بحتاج لما اجي تطلع البقلاوه من الفرن ازقيها شربات يكون على الاقل دافي او بارد، ما يكونش سخن. تاني حاجة هعملها، هجهز الصينية بتاعتي، معايا كوباية من السمنة السايحة، هبتدي ادهن بالفرشة كده الصينية او القالب اللي هشتغل فيه. هبدأ بقى اجيب لفة الجلاش، هحتاج لفة جلاش نص كيلو. اهم حاجة في الوصفة دي ان الجلاش يكون طازة، ما يكونش ناشف. فعلشان كده انا بفضل نستخدم الجلاش اللي بيجي طازة من عند الكنفاني، يعني بلاش بتاع السوبر ماركت اللي بيبقى باكيتات جاهزة، لانه بيبقى بايت وبيبقى ناشف، هيتكسر معاكي وهيتفرول، مش هيديكي نتيجة كويسة. فاهم حاجه الجلاش يبقى زي ما بقولك كده صابح وطازه، ويبقى طري جدا، ويبقى معاكي فوطه هتلفي فيها الجلاش عشان طول ما انت شغاله فيه ما يبقاش متعرض للهواء وينشف. هقسم اللفه كده بالعرض نصين، هحطهم فوق بعض جوه الفوطه وهقفل عليهم، وهبتدي اسحب منهم بقى ورقتين ورقتين هشتغل فيهم. معايا الفرشه ومعايا السمنه لازم تكون سايحه خالص. هبتدي ادهن الطبقه الاولى، وهحط عليها الطبقه التانية. هو سهل جدا على فكرة في التشكيل، ما فيهوش اي مشكلة، وبيديكي نتيجة رائعة، يعني بيبقى شكله تحفة جدا. هبتدي ادهن الطبقة الاولى وعليها الطبقة التانية، وهجيب اداة كده زي انا هستخدم النهاردة الشاليمو. ممكن تستخدمي كمان لو عندك قلم، لو عندك مثلا معلقة خشب بتكون ملفوفة كده شكل اسطوانة. هبتدي اخد الجلاش وهلفه كده خالص على الشاليمو بتاعتي، بس انا يعني افضل الشاليمو لانها ناعمة فهتخلي الجلاش يتلف بكل سهولة. انا هنا عملت غلطة بصلحها، انا مش عايزة الف الجلاش لحد الاخر، هسيب فيه حوالي سنتي كده او سنتي ونص مش ملفوفين، علشان تكون القاعدة اللي هحط عليها الحشوة. نعمل واحدة تانية علشان تتضح الفكرة تبقى سهلة. هاخد الطبقة الاولى وهدهنها سمنة، احط عليها الطبقة التانية، وبالفرشة برضو هدهنها دهنة سمنة، وهجيب الشاليمو هحطه على الجلاش وهلفه، هسيب حوالي سنتي او سنتي ونص، وهكشكشه خالص وهلفه على شكل اسطوانة او على شكل اسورة كده، وهحطه في الصينية. هكمل الكمية كلها بنفس الشكل. وبالنسبة للحشوة ممكن استخدم حشوات مختلفة، يعني ممكن في كل مرة اعمل فيها الوصفة دي استخدم حشوة شكل. يعني النهاردة انا هحشيها بشوية سوداني على حبة مكسرات كانوا عندي، جرشتهم كده خشن وهحشي بيهم. ممكن بقى مرة تانية نحشيهم نوتيلا، احط النوتيلا في كيس حلواني واحشي بيها، بس طبعا بعد ما تخرج من الفرن خالص. ممكن احشيها كريمة بيضة او كريمة مثلا، احط عليها معلقة كاكاو تبقى لونها كده زي الشوكولاتة الفاتحة شوية. ممكن احشيها كاسترد. فالحشوات اختيارية، وكل مرة ممكن تعملي بقى تبدعي وتعملي حشوة شكل. الصينية كلها جهزت اهي، بقت تمام. هعمل بقى اخر خطوة، هدهنها دهنة سمنة تاني على الوش كده، بحيث انها لما تدخل الفرن تاخد اللون بسرعة. على فكرة ما استخدمتش النص كيلو كله، فضل منه حوالي 4 ورقات. فالصينية دي كلها ما شاء الله كتيرة ومليانة، يعني عملتها بأقل من نص كيلو. هتدخل الفرن على درجة حرارة 180، هحطها في النص على الشبكة تديني بس يعني اللون الذهبي الفاتح خالص، وبعدين هخرجها احط الحشوة. بالنسبة للحشوة دي حوالي كوباية من السوداني على البندق واللوز المجروشين. هحط عليهم بقى حوالي 3 معالق من الشربات الوسط اللي انا عملته جهزته، طبعا هو دلوقتي دافي مش سخن. هقلبهم كده علشان تمسك، يعني اول ما احطها على الجلاش تبقى ثابته ما تسقطش مني. دخلتها الفرن، اخدت حوالي ربع ساعه بالظبط، بقت باللون ده، اللون الذهبي الفاتح، مش عايزه اغمقها لانها تدخل الفرن مره تانية. شايفين شكلها من تحت عامله ازاي، من فوق اللون الذهبي الفاتح خالص. بالمعلقه هبتدي احشي الاساور الجميله دي، هحط الحشوه كده في النص. هخلص الحشو بقى وهدخل الصينيه بتاعتي الفرن. هطفي بقى الفرن من تحت، وهفتح الشوايه بس دقيقتين او 3، وانتي واقفه جنبها ما تحطهاش وتنسيها وتمشي، لان الجلاش حساس جدا، ممكن في ثانيه واحده تلاقيه اتحرق.
فهدخلها بس تاخد اللون الذهبي برضو من فوق، وفي نفس الوقت المكسرات بتاعتنا تتماسك. فدلوقتي انا هدخلها الفرن برضو على الشبكة، بس هنزل الشبكة تحت شوية بحيث ان انا بعيدة عن الشواية. كده تمام، اخدت اللون الذهبي الجميل. طلعتها وهي سخنة، هبتدي ازقيها بالشربات. الشربات بقى بارد، وطبعا زي ما قلت لكم قوامه وسط، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. صينية بقت جميلة، شكلها تحفة، طعمها طبعا في منتهى الجمال. تقدري تقدميها لضيوفك، تقدميها لولادك في طبق شيك. بقى هنبتدي نحط الاساور بتاعتنا، نرصها كده رصة حلوة علشان نقدمها، وهوريكم شكلها من فوق ودرجة اللون كمان من تحت. دي كانت وصفتنا النهاردة، بتمنى تكون عجبتكم، بتمنى اكون افدتكم باي شيء. الوصفة سهلة جدا، الطريقة بسيطة، لو حتى هتعمليها لأول مرة هتقدري تعمليها بكل سهولة. اهم حاجة بس عشان تنجح معاكي الوصفة تبقى حلوة، الجلاش يكون طازة. جيبي الجلاش الطازة الطري، ما تستخدميش جلاش تكوني شايلاه عندك في التلاجة بقاله فترة، علشان هيتفرفت ويتفرول وهيديكي نتيجة مش كويسة. يعني في النهاية هتبقى الشكل مش منتظم، ومش هيديكي النتيجة الحلوة اللي انت عايزاها. وكمان اهم حاجة ان شرباتي بيكون قوامه وسط، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، ويكون بارد. عايزه اوريكم لون الاساور من فوق ولونها كمان من تحت، ما تغمقهاش عن كده. ده اللون المظبوط، اللون الذهبي. وده درجه التسويه بتاعتها من تحت. خدي بالك الجلاش حساس جدا للفرن، فلما تحطيه ما تغيبهوش او ما تحطوهوش وتنسيه وتخرجي من المطبخ، لان هتلاقيه اتحرق على طول. يعني هو ما بيحتاجش اكتر من ربع ساعه بس تسويه في الفرن على درجه حراره 180. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش ان عجبتكم الوصفه لايك وشير وسبسكرايب للقناه، فعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل حاجه جديده انزلها. شكرا ليكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. سلام عليكم.